السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعة لكم بقى من بعد 10 ايام غياب. طبعا انتوا اتعودتوا عليا بظهر وبختفي، بس المفروض ان انا انزل كل يوم. بس انا مش عارفه يا جماعه، مش عارفه اعمل زي باقي اليوتيوبر اللي انزل كل يوم دي. مش عارفه يعني، ساعدوني شجعوني اي حاجه. بيحصل لي حاجات كده كتير، بس والله تعمل 600 فيديو، مش فيديو ولا اتنين في الاسبوع، لا ده تعمل كتير. بس مش عارفه ليه كده، هي ايه، بحب اصور ونفسيتي يعني رايقه للتصوير، اللي هو مش فيديو هرزعه وخلاص، لا. عشان انا بحب قوي اتكلم معاكم ويبقى في رد فعل كده، فلازم كده المزاج يبقى رايق وعالي وتمام للتصوير. النهارده بقى كده كان عندي يومي طويل، سلسله من التنظيفات بقى في الشقه. ف فحبيت كده ان انا النهارده طول اليوم كنت بعمل المطبخ. قلبته كده قلبه محترمه ورتبت الدنيا، وبعد ما خلصت بقى قلت اعمل الغدا. النهارده الغدا بتاعي مكرونه بالبشاميل اللي ولادي ما بيملوش منها وكل شويه يطلبوها مني. بس كالعاده بعملها على طول في نص ساعه بتكون خلصانه، من كتر ما انا بعملها بقيت شاطره قوي 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 يا جماعه في المكرونه. اه والله العظيم. ف يلا بقى شجعوني كده بقى اللي بتسمعني، لايك وشير وسبسكرايب لفاطمه حبيبتكم. واتمنى النهارده الفيديو يعجبكم واللي مش عارفه تعمل مكرونه تعملها، ولو اني عارفه ان انتوا اشطر مني بكتير يعني بكتير. بس لو لسه يعني بنوته عروسه جديده، يلا شوفي طريقه المكرونه بالبشاميل اللي جايبتها لكم النهارده بالتفصيل. وتعالوا بقى نرغي شويه مع بعض واقول لكم شويه حاجات كده حصلت في الايام اللي فاتت، وشويه فضفضه ورغي. انتوا عارفين ان انا ما بفضفضش ولا ارغي الا معاكم. آآ هنا بقى بُصّوا، أنا ما عنديش إيه شغل في الدقيق ده 3، 4 معالق والجو ده. أنا باحب أحط كده اللي إيه، يرضي ضميري، يعني اللي يرضيني أنا كده في البشاميل والدقيق. كالعادة يعني ولادي ما بيسيبونيش بقى ويسهّوني ويلعبوا. يعني حطيت كده أقل من ربع كيلو، أقل من ربع كيلو، ما أعرفش بقى ممكن ييجي 4 معالق، 5 معالق. أنا ما باحبش أعاير بحكاية يعني جرّبت اللي أنا أعاير البشاميل ده ما بيضبطش معايا خالص، يعني اللي هو أحط 3، 4 معالق وقلّبي، ولا البشاميل البارد ده بياكل معايا. أنا الطريقة القديمة بتاعة أمي والمصريين كلّهم يعني. بقيت أعمل النهارده المكرونة البشاميل فعلًا بطريقة زمان وروايح زمان، اللي هي بتاعة أمي وأمكم، اللي هي القديمة خالص من غير أي حبشتكنات، لا جبن ولا أي حاجة. فيا رب بقى تعجبكم وإن شاء الله تبقى جميلة. عملت طبعًا، حمّرت الدقيق بالزبدة، ده كان برطمان زبدة بلدي. حطيت كده عشان تدّي طعم وريحة، شوية زيت كده. وحطيت بقى الدقيق الكمية اللي ترضيني برضه. أنتم عايزين 3 معالق حسب كل واحدة بتعملها يا جماعة، بس دي الكمية اللي بترضيني عشان أنا باعوز البشاميل كتير شوية. آآ وباحب كمان إن يكون سمكه مضبوط. فحطيتهم وحمّرتهم، بس ما يحمرش أوي، يعني حماتي قالت لي: "ما تحمّريش الدقيق أوي عشان ما يدّيكيش اللون الغامق للبشاميل." بس أنا كنت باقول لها: "أنتِ إزاي بتطلّعيه يا ماما لونه أبيض كده أوي؟" يعني هي ما شاء الله عليها بتعمل بشاميل روعة يعني. فقالت لي: "ما تحمّريش الدقيق أوي." فطبعًا إحنا مهما نكبر بنتعلّم، يعني حتى لو أنا بقى لي فترة باعملها، بس باحب إيه، آخُد كده الحاجات الجديدة أو التكّات اللي إيه، هتفيدني يعني. المرة دي بقى كنت باعمل المرة دي قُلت هاكبّر القالب بتاعي شوية بتاع المكرونة، عشان كل مرّة باعمل في البورسلين، والبورسلين ده يعني ما بيقعدش، هو بيضاوي بس ما بيقعدش ما شاء الله، يعني بتخلص في ساعتها. أنا أي مكرونة والله العظيم بتخلص في ساعتها عندي. لإن ولادي بيحبوا المكرونة البشاميل جدًا، جدًا، وبيقولوا لي: "ما تعمليش يا ماما." باقول لهم: "نِفْسي مرّة يتبقى أكل لتاني يوم، نِفْسي تاني يوم ما أقفش في المطبخ، نِفْسي أفضل حاجة تانية يا ولاد." يقولوا لي: "ما تعمليش أكل حلو يا ماما، ما تعمليش أكل حلو." قُلت لهم: "يا سلام، يا سلام، أنتم طلّعتوا كده الشيف اللي جوايا، خلّيتوني هاتغَر وأنا واقفة." آمم فالحمد لله يعني، ياكلوا بألف هنا وشفا. بس ساعات أنتم عارفين اللي هو والله حطوا لايك. الأمهات. بُص مصطفى بيشاركني النهارده التسجيل، بيقول لكم حطّوا لايك. عشان خاطر مصطفى النهارده اللايك ده يا جماعة، ربنا يخلّي أولادكم يا رب. ف أنا كان عندي بقى سلسلة تنضيفات في الشقة. أنتم عارفين الشتا بيحب الترتيب. مش الشتا بس أنا باحب أوي الشقة تبقى اللي هي متدفية أوي كده في الشتا. أنا باعشق من عشاق الشتا بصراحة، مهما تلج لأ أنا باحب الشتا.
هتلج عادي مش مشكله، بس انا بحب الشتاء قوي، وبحب كده الاكلات اللي تدفي. بحب الشتاء يا مصطفى. بحب كده الاكلات اللي تدفي كده البيت والبيت يكون مترتب كده، وشكل البيت شكل البيت يكون مترتب ومتهيأ كده، يعني في نظافة، في ريحة نظافة. فأنا بقى كان بقالي كام يوم مكسلة، فقمت بقى إيه بكل طاقتي. اللحمة دي حبيت بس أقول لكم ما حطيتهاش كلها ليه، عشان قسمتها. عملت كان المفروض عندي لفة جلاش هعملها، بس للأسف لقيتها بايظة، فكملت عليها خضار. اللحمة دي هنا بقى قلبت الموبايل عادي، الموبايل اتقلب كده فجأة. آه، فاللحمة اللي قسمتها على المكرونة، كنت حابة أعمل جلاش، بس للأسف لقيت الجلاش بايظ لأن كنت حاطاه في التلاجة. فلقيته عمل نقط كده وخلاص فسد يعني. فبعت ابني بقى بسرعة جاب رقاق، وعملت جنبها صينية رقاق والمكرونة. قطعت كده خضار على كمية اللحمة المتبقية، طماطم وفلفل وكده، وظبطتها، وقمت عاملة صينية رقاق زي البيتزا كده، والحمد لله كلنا وشبعنا وكان الأكل جميل. فسلسلة التنظيفات دي بقى أنا عايزة أعمل، يعني عملت القالب دوت على أساس إن يتبقى لتاني يوم، علشان ورايا تنظيف شقة. عايزة أقول لكم الشقة معرفش إيه اللي جابها عليها وطيع كده. أنا بصراحة كنت بقالي أسبوع بصراحة تعبانة ومش قادرة، ونفسي مقفولة جدا 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 جدا، يعني إلى أبعد الحدود. بصوا بقى أنا يعني مش طايقة أعمل أي حاجة خالص. فقررت ان انا الحمد لله النهارده خلصت المطبخ، فضلت فيه اليوم كله بس خلصته ورتبته وظبطته. وقلت بقى بكره ابدا بالشقه كده من جوه لبره بقى، من اول الاوض كده لغايه الصاله. وده كان شكلها بقى النهايه بعد ما خرجت. بصوا بقى المكرونه حطيت في البشاميل كمان بيضتين، يعني بقول لكم بالطريقه البدائيه جدا بتاعت امي وامكم، ما فيهاش اي افتكاسات. واتمنى يكون لغايه هنا الفيديو عجبكم. مصطفى بيقول لكم كان طعمها حلو قوي. اتمنى كده لغايه هنا الفيديو يكون عجبكم، لان خلاص الفيديو بيخلص، وكالعاده ما بلحقش اخلص كلام معاكم عشان الكلام معاكم ممتع. وان شاء الله هكمل الفيديو الجاي، واستنوني في الفيديو جاي في سلسله تنظيفات. الله اعلم هصور معاكم ولا لا، حسب برضو النفسيه ساعتها. فكده بقى شكل المكرونه من جوه وهي سخنه بتبقى روعه 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 روعه. بحبها وهي سايحه كده. فبألف هنا والشفا عليكم واللي يجربها، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.